هتعملي ايه هنام دي كمان هتعملي فيها حوار؟ انت ما خايفش على نفسك لا تضعف. كانت أشهر طفلة وقدمت برامج تلفزيونية كتير ومثلت في الأفلام والمسلسلات، واختفت فجأة عن الساحة الفنية، ولما رجعت شكلها اتغير خالص. لسنين طويلة كانت الطفلة جانا عمرو هي أكتر طفلة مشهورة من الأطفال في الوسط الفني، فبرغم سنها الصغير وقتها قدمت بطولات في أفلام كتير شاركت فيها. لكن بعد ما جانا بدأت تكبر بعض المنتجين ما بقوش يطلبوها في أعمال جديدة، وبعد مرور 13 سنة اتفاجئ الجمهور بأنها كبرت وبقت شابة وملامحها اتغيرت. نشرت جانا صور ليها على حسابها على انستجرام وهي بتحتفل بعيد ميلادها 18، وظهرت بملامحها الشقرة وعينيها الملونة. لكن السنين مرت والطفلة الصغيرة اللي كانت بتظهر في الأفلام والمسلسلات والبرامج ما بقتش طفلة وبقت آنسة كبيرة، وده اللي خلى الجمهور يتفاعل معاها ويهنوها بعيد ميلادها. كانت أغلب التعليقات بتطلب منها إنها ترجع للتمثيل تاني، بس المرة دي وهي آنسة كبيرة. جانا من مواليد 10 يونيو 2005، اكتشفها المخرج أكرم فريد، وده أثناء مشاركتها في برنامج ستار صغار، وكان بيتعرض في الوقت ده على قناة أبو ظبي. وبدأت التمثيل في 2010، وقتها كان عندها 5 سنين، وقدمها في فيلم ثاني أكسيد الكربون كنجمة جديدة مع الفنان هاني رمزي. وبدأت بعدها تشارك في أفلام تانية زي توم وجيري وحصل خير وكلبي دليلي. وفي 2011 وهي عندها 6 سنين قدمت برنامج الليلة مع جنى، واستضافت فيه عدد من النجوم منهم رامز جلال وأحمد السعدني وصلاح عبد الله ومها أحمد وحماد هلال. وكمان شاركت في مسلسل مستر أند مسز عويس مع حماد هلال، وفيلم حصل خير في 2012، وفيلم توم وجيري في 2013، وخطة جيمي في 2014. بعدها بدأت جانا عمرو تظهر في الدراما، وشاركت في مسلسلات منها الشوارع الخلفية وجانا في بلاد العجايب وحميها حراميها ولهفة، وسماها الجمهور سندريلا الأطفال، وده بسبب موهبتها في التمثيل وجمالها اللي جذبت بيه أنظار الجمهور. استمرت جانا في تقديم أفلام ومسلسلات لحد 2017، فكان آخر عمل شاركت فيه فيلم فوبيا مع عمرو رمزي ورندا بحيري ومريهان حسين، وبعدها اختفت جانا من على الساحة الفنية. لكن استمرت في التفاعل مع الجمهور بنشر صورها على انستجرام، واللي بيتابعها عليه أكتر من 300 ألف مشترك، ودايما بيتفاعلوا معاها في التعليقات وبيطلبوا منها إنها ترجع تمثل تاني، خاصة إنها محبوبة للجماهير من وهي صغيرة. جانا كمان عندها قناة على يوتيوب باسم جانا وياسين، وبتعرض عليها فيديوهات عددها محدود. فسبق ونشرت جانا صورة ليها وهي لابسة إسدال الصلاة والحجاب، ووقتها الجمهور كله تفاعل معاها بسبب شكلها بالحجاب، غير صور كتير بتنشرها من حياتها اليومية عشان يكون في بينها وبين الجمهور تفاعل طول الوقت، على أمل إنها ترجع للساحة الفنية من جديد. أما آخر صورة نشرتها جانا وهي بتحتفل بعيد ميلادها 18، واللي باين فيها قد إيه جانا كبرت وبقت آنسة كبيرة وما بقتش الطفلة الصغيرة بتاعت زمان، وممكن تظهر دلوقتي في أعمال فنية، لكن على إنها بنت شابة مش طفلة صغيرة. فيا ترى هنشوف جانا عمرو في أعمال جديدة قريب؟